جديد أهلا بكم. عبرت إسبانيا عن غضبها من قيام السفارة المغربية بنشر خريطة للمغرب تشمل مدينتي سبتة ومليلة اللتان تفرض مدريد عليهما سلطتها. الأزمة وتفاصيل الخلاف في هذا التقرير لحبيب عز الدين. رغم وجودهما ضمن الجغرافيا المغربية يصنفهما العالم جيبين إسبانيين، ولكن المغرب يقول إنهما مدينتان محتلتان. هكذا يستمر النزاع بين الرباط ومدريد على مدينتي سبتة ومليليا اللتين تتمتعان بحكم ذاتي تحت السلطة الإسبانية. مجددا يعود الخلاف بين البلدين إثر نشر السفارة المغربية في مدريد خريطة للمغرب تشمل المدينتين الساحليتين المطلتين على مضيق جبل طارق، تعبيرا عن موقف المملكة الحاسم في اعتبارهما مدينتين مغربيتين موجودتين على الأراضي المغربية. ولكن رغم ذلك أثار المنشور غضب واستنكار الجانب الإسباني. الحزب الاشتراكي الإسباني قال إنه يرفض بشدة هذه الخريطة، فأكدت الأمينة العامة للحزب غلوريا روخاس أن مليليا وسبتة ستكونان وستظلان دائما رابطة لا تنفصل جزءا من الأمة الإسبانية، فيما الرئيس الإقليمي لمليليا طالب مدريد بتقديم احتجاج رسمي إلى الرباط. موقع بوليتيكا الإسباني قال إنه ليس سرا سعي المغرب لضم سبتة ومليليا إلى حدوده، مشيرا إلى أن قادة أفريقيا وفي مناسبات عديدة عبروا عن رغبتهم في ضم المدن الخاضعة للحكم الذاتي إلى أراضيهم. ونقل الموقع عن صحيفة هاسبريس المغربية أن الملك المغربي كان يعد خطة لاستعادة سبتة ومليليا، بؤرتان ساخنتان تصل حد الغليان في كل مرة يثار فيها الخلاف، خاصة وأن المدينتين تشكلان محطتين اقتصاديتين مهمتين. من الرباط ينضم لنا عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والنائب البرلماني السابق جمال كريمي بن شقرون. أهلا ومرحبا بك سعادة النائب. لماذا كل هذا الجدل ولماذا أثيرت حافظة إسبانيا بعد نشر هذه الخريطة من قبل السفارة المغربية بوجود سبتة ومليليا في صور الخريطة ضمن الحدود المغربية طبعا؟ مساء الخير سيدتي، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة وتحياتي لكم ولكل المشاهدين الكرام. هي في الحقيقة هذا موضوع حارق وموضوع يجمع عليه المغاربة، ولا يقبل أي عاقل بأن سبتة ومليليا ليست مغربيتين، هما مدينتين مستعمرتين وتعد من أقدم المستعمرات في العالم. وبالتالي إسبانيا يعني أبانت في كثير من المحطات بأنها تضع يدها على مدينتين مغربيتين بالتاريخ والجغرافيا. ونحن اليوم كمغاربة نؤكد على أننا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة ساعونا بشكل كبير من أجل تصحيح الأوضاع في علاقاتنا الدبلوماسية مع إسبانيا في هذا الاتجاه، استكمالا للوحدة الترابية وتأكيدا على أن المغرب جهوده ومراميه يعني دائما كانت دبلوماسية حكيمة باسترجاع أراضي الصحراء المغربية. ونعلم بأنه المسيرة الخضراء المظفرة التي نظمت سنة 1975 يعني أعادت الصحراء المغربية وأعادت الأقاليم الجنوبية إلى يعني بالتراب الوطني المغربي. واليوم وإذ نشيد بأن إسبانيا من خلال حكومتها قد اعترفت يعني بصحراء المغرب بالصحراء المغربية، واعترفت أيضا بالحكم الذاتي كسبيل يعني ناجع من أجل حل هذا الخلاف الذي دام طويلا وهذا النزاع المفتعل. اليوم ما زلنا نرى بأنه ما زالت هناك أطراف داخلية من إسبانيا خاصة من اليمين المتطرف وبعض اليسار الراديكالي الذي يدعم التوجه الاستعماري للأسف الشديد لمدينتي سبتة ومليليا. وبالتالي المغرب لن يظل ساكتا من خلال أولا إثبات أحقيته على أن سبتة ومليليا مدينتين مغربيتين، وأن استكمال الوحدة الترابية للمغرب بعد الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإسباني ما زال اليوم راهن العمل السياسي والدبلوماسي للمغرب ملكا وحكومة وشعبا. ولا يمكن بتاتا أن ينفك التوجه الدبلوماسي والسياسي عن هذا الخيار.
وبالتالي ما قامت به سفارة المغرب في مدريد هو عمل أساسي عادي وطني يعني ينم عن غيره سيد ويثبت جمال، للعالم بأن أستطيع أن السومرية أستخلص مغربيتين. منك بأن إدراج الخريطة المغربية من ضمنها سبتة ومليليا من السفارة المغربية في إسبانيا هو مقصود ويحمل رسائل سياسية لإسبانيا؟ هذا رأيهم سيدتي، هم يدفعون بنظرية المؤامرة، وبالتالي نحن نقول أنه ما قامت به سفارة المغرب بمدريد هو عين العقل، وأنها تعبر فعلا عن أن ستة مغربيتين، والعالم بأسره لا يقبل أنه جغرافيا وتاريخيا أن تضم إسبانيا إلى ترابها ويفصل بين ذلك البحر الأبيض المتوسط مدينتين مغربيتين إلى ترابها الإسباني في توجه جغرافي هجين. وبالتالي على مر التاريخ وبالعودة إلى كتابات كبار المؤلفين والبحوث في التاريخ والأنثروبولوجيا يتبين بأنه هاتين المدينتين هما مغربيتين جغرافيا وتاريخيا، وبالتالي اليوم التعبير عنهما في كثير من المحطات كذلك من خلال البرلمان المغربي في مناسبات عديدة، والحكومة المغربية أيضا في عدة مناسبات وفي خطابات ملكية سامية. كان دائما رؤية المغرب رؤية ثاقبة التي تدعو الحكومة الإسبانية إلى أن تعيد النظر في استعمارها لسبتة ومليليا، على اعتبار أن المغرب اليوم من خلال تواجده الجغرافي الإقليمي بوابة أوروبا على إفريقيا يلعب أدوار استراتيجية من ناحية حماية أوروبا من الهجرة السرية، تجارة المخدرات، الجريمة العابرة للحدود. وبالتالي اليوم ما يقوم به المغرب من جهود كبيرة على المستوى السياسي والأمني بأقاليم الشمالية على الحدود الإسبانية هو دور بالغ الأهمية، وبالتالي على إسبانيا وعلى الاتحاد الأوروبي أيضا الذي له دور أساسي فيما يتعلق في هذا الملف أن يعيد النظر في هذا الاستعمار الذي عمر طويلا، وتعتبر سبتة ومليليا كما أشرت بداية أقدم المستعمرات وأعرق المستعمرات في العالم. طيب سعادة النائب، كيف سترد المغرب بشكل رسمي على هذا الجدل الإسباني حول هذا الموضوع حاليا؟ هل سيكون هناك رد واضح علني أم ستترك الأمور على ما هي عليه؟ وهي مواقف الآن تبينت من خلال خروج بعض الأحزاب السياسية اليسارية في إسبانيا، ونحن سنرد بالمثل كأحزاب يسارية تقدمية بالمغرب، لنا رأينا في الوحدة الترابية لبلادنا، ونجمع ملكا وشعبا وحكومة على أنه كل مجند من أجل حماية التراب الوطني من حدوده شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. وبالتالي السياسة الخارجية المغربية ستلعب أدوارها في توضيح هذه الرؤية أكثر وأكثر، وأن أي رد رسمي سيكون حاضرا من خلال مواقف الدبلوماسية المغربية التي تقودها وزارة الخارجية بقيادة رشيدة لملك البلاد الذي له دور دبلوماسي مهم فيما يتعلق بقضايا مثل هذا القبيل، وكذلك فيما يتعلق بمواقف لها أثرها على مستوى السياسة الدولية. اليوم إسبانيا هي جار للمغرب ولها علاقات دبلوماسية عريقة، ولا بد أن تحمي أمنها الإقليمي، ومن أجل ذلك يجب أن تكون علاقتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية متينة مع الجار المغرب الذي يقدم يده دائما بحسن الجوار ويقدم دائما بدائل لحلول طبعها سلمي بالأساس. وهذا ما ننحى اليوم وما يتوجه به المغرب نحو إسبانيا، أن تضيف إلى اعترافها بالصحراء المغربية، وهذا المكسب الكبير الذي قدمته قبل شهور الذي نشيد به بطبيعة الحال ونعترف به طيب. ونعتبره قرارا حكيما ورشيدا لحكومة إسبانيا. أن يأتي بعده قرار آخر هو الاعتراف أو رفع الاستعمار على سبتة ومليليا وإعادتهما إلى التراب المغربي بشكل سلمي، وضمان هذه العلاقات الممتدة عبر جذور التاريخ. يعني هل تتوقعون بأن تقوم إسبانيا بهذه الخطوة بإعادة سبتة ومليليا إلى الجانب المغربي؟ نعم، هذا أملنا، والحقيقة أن
التاريخ يبين بأن سبتة ومليلية مغربيتين، وأن إسبانيا اليوم تتعنت من خلال مواقف اليمين المتطرف وبعض اليسار الراديكالي بين قوسين، لكن في العمق هناك عقول وهناك قيادات إسبانية بعيدا عن التمني سيد بن شقرون بشرعية المغرب على ستوم اليوم. سيدي الكريم، بعيدا عن التمني، أنه التاريخ يثبت كثيرا من الأشياء أقلها بأنه الوطن العربي هو وطن واحد لا حدود بينه، أنه سايكس بيكو هي مصنوعة. التاريخ يبين كثيرا من الأشياء بعيدا عن التمني وعن السياقات التاريخية. تتوقعون مثل هذه الخطوة من إسبانيا وهذا الجدل الحالي هل يمكن أن يقود إلى أي توتر على مستوى رسمي أو دبلوماسي ما بين البلدين، أم يمكن تجاوزه واحتوائه؟ سيتم احتواؤه بطبيعة الحال سيدتي، وأن التوترات التي حصلت قبل شهور وسنوات أبانت عن ذلك، بأنه هناك خلافات حدثت بين الدولتين، وأن هناك أزمات دبلوماسية حدثت، وبالتالي بعد شهور تم فكها وتفكيك شفراتها وإيجاد حلول وبدائل. واليوم هذه القضية العويصة والتي تعتبر قضية ذات أبعاد جيوستراتيجية تتعلق باستومنيلية تأتي بعد أيضا الخطوات المغرب الحثيثة من أجل استرجاع كل شبر من أراضي، ليست فقط ستومنيلية بل أيضا الجزر الجعفرية والخالدات وكثير من الجيوب الموجودة أيضا تحت الاستعمار الإسباني إلى جانب سبتة ومليلية. نحن لا نتمنى بل أننا نقوم بجهود دبلوماسية وبمساعي حكيمة، وأن إسبانيا تعي ذلك، وآخر وعيها الرشيد هو اعترافها بالصحراء المغربية التي كانت لها مستعمرة، وبالتالي اليوم إيمانها بأن الحكم الذاتي هو الحل الأمثل لقضية الصحراء. هذه خطوة أولى. اليوم في قضية أكبر وهي قضية الصحراء المغربية، ستأتي بعدها أيضا قضية سبتة ومليلية أكيد، وأن إسبانيا يوما ما وقريبا سترفع يدها عن سبتة ومليلية وتعيدهما إلى حقيقتهما الجغرافية والتاريخية، وهي أراضي التراب المغربي. وهذا نقاش موجود حتى في الدوالب الإسبانية، وهناك سياسيون وقيادات في إسبانيا تناقش هذا الموضوع وتؤمن به تسترعي اهتماما بأن المغرب شريك اقتصادي، شريك أمني، شريك سياسي وثقافي، ولا بد أن نفكك كل مظاهر الخلاف والتوتر التي عمرت لسنين ولعقود. واليوم أن إسبانيا واعية تماما بأنها منفذ للقارة الإفريقية عبر المغرب، وبالتالي هي بوابة إفريقيا نحو أوروبا، وأن المغرب له موقع جغرافي سياسي قوي. لا بد أن تكون علاقات إسبانيا وأوروبا عامة قوية، ولا يمكن أن تكون هناك مشاكل التي ستعيق التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي والتجاري والأمني. كما أشرت بأنه المغرب يلعب أدوارا في الهجرة السرية، في حماية الحدود من الجريمة المنظمة، في تجارة المخدرات وغيرها من الأمور التي المغرب يشهد له بذلك. وبالتالي الأوان بأن تصحح العلاقات الدبلوماسية وأن توطد الحدود وأن يعاد الحق إلى أهله. كل شكر لك النائب البرلماني السابق وأيضا عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية جمال كريمي بن شقرون، كنت معنا مباشرة من الرباط. شكرا لكم فيه.